السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي باي صغية. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال، عواشركم مبروكة، ولا يدخل علينا هذا رمضان بالصحة والسلامة وبراحة البال، وبأي حاجة كنتمناوها في قلوبنا يا ربي يحققها إن شاء الله. اليوم جبت معايا زميطي أو سلو أو السفوف، كله وشنو كيسميه. حنا في مكناس أغلبية كيسميوه الزميطة. وهانتوما كيف ما كتشوفوا في هاد الصور، زميتي جات الحمد لله مقومه ومعلكه، وكيبقى التقديم الاختيارات ديالنا. قبل ما نعطيكم المقادير اللي استعملت، انا استعملت مقدار كبير. نتوما ممكن تستعملوا الربع تاع المقدار او النصف ديالو على حسب شنو كتبغيو. فانا بالنسبه ليا كنبغي الزميطه تبقى لي على طول العام، كنحتفظ بها اما في البلاكار او الكونجيلاتور، ونهار كنتشهاها ولا كيتشهى شي حد كنجبدها بحال اللي عاد درتها البارح. وغنمروا دابا للقوام ديال الزميطه. غنحتاجو الجنجلان محمر، اللوز، سكر كلاصي، النافع مطحون، القليل من حبة الحلاوة مطحونين، القليل من الملح، المسكة الحرة، القرفة مطحونة، طحين محمر. انا استعملت هنا 4 كيلو ديال طحين سبيسيال تحمر في الفران وغربلته. الجنجلان استعملت 5 كيلو. كيف ما هو معروف كنغسلوه كنشمشوه وكنقيوه كنحمروه. انا حمرته في كوكوط فوق البوطه على نار مهيله جدا مع التحريك المستمر حتى كيبدا يطرطقوا دوك الحبيبات الجنجلان وكيتبدل اللون ديالهم كيولي دوغي. صافي تما كيكون صافي تحمر كنحيدوه ونعاودو نحطو كميه اخرى. كنبقاو هكذا حتى تنساليو الجنجلان كامل. 5 كيلو ديال الجنجلان اللي حمرت قسمتها على جوج، النص خليته هكا صحيح باش يجي باين في الزميطه، والنص الثاني طحنته في الطحان الكهربائي كيف ما كتشوفوا في الصوره باش يولي غبره ويتزاد لي على طحين الزميطه. غنمروا للوز. انا استعملت 3 كيلو ديال اللوز، حتى هي قسمتها على جوج، النص سلقته ونقيته ونشفته وقليته في الزيت بارده حتى تحمر، عاد طحنته. والنصف الثاني خليته صحيح، دخلته حمرته في الفران وعاد طحنته من بعد، وخلطت الخليطين بجوج كيعطيو واحد النكهه زوينه للزميطه. اللوز اللي كندخلو الفران كنمسحوه بدرات كونفاز شي شويه، كنمسحوه مزيان كنحطوه في الوسط وكان بحال اللي كنلويوها، وكنبقاو نفركوه مزيان باش اي غبره وداكشي كاع الاوساخ اللي كيكونوا عليه كيمشيو في ديك الدره. عاد كنديروه في اللاطه اللي كتدخل الفران وكنبقاو نحمروه مره مع التحريك حتى نحسو به الطاب. وهذا هو الخليط اللي كنحصلوا عليه من بعد ما كنطحنوا اللوز المقلي واللوز المحمر في الفران. من بعد ما طحنت كل المكونات كناخذ بانيو كبير لحقاش انا غنخدم على كميه كبيره، وكندير فيها الطحين المحمر ومغربل، وزدت عليهم الزنجلان حبوب اللي حمرت، وغنزيد عليهم الجنجلان المطحون. غنخلط هاد المكونات مزيان باش يتخلطوا، ومن بعد عاد نكمل باقي المقادير. انا محيت عندي كميه كبيره داكشي باش كنكثر من التحراك والتخلاط. الناس اللي عندهم كميه صغيره راه دغيا ممكن يتحكموا فيها.
غناخد النافع وحبة حلاوة، غنسخنهم شي شويه في البوطه او في الفران ونطحنهم ونغربلهم. انا استعملت هنايا 4 ديال النافع و5 دراهم ديال حبة حلاوة، ونزيدو عليهم القرفة المطحونة. انا استعملت هنايا مقدار 10 دراهم، وغنزيدو عليهم السكر كلاصي المغربل. انا استعملت هنا مقدار 1.5 كيلو ديال السكر كلاصي، عنديش نحطو كامل، غنستعمل نص بالنص، والباقي غادي نخليه حتى نذوق الحلاوه. فاش كاينين الناس اللي ما كيبغيوش حلاوه بزاف والناس اللي مرض، يعني كنديروا دائما بعين الاعتبار الناس الاخرين. وغنزيدو الملحه والمسكه الحره جهد 15 درهم، كنطحنها مع واحد شويه السكر سنيده او سكر كلاصي في طحان كهربائي، لان هي كتكون حبيبات ما كطحنش دغيا، ولا كتدقيها في المهرز. من كنخلط النواشف كلها مزيان، كنكون وجدت واحد المقله ذوبت فيها الزبده سونطرال مع الزيت روميه، وفاش كتغلى وكتذوب مزيان هذيك الزبده، كنهز هذيك الحليب اللي كيطلع من الفوق كنحيدو وكنخلي غير الزيت والزبده اللي صافيين، وهما اللي كنخوض بهم هاد النواشف هادي. كيف ما كتشوفوا في الفيديو هما اللي كنخلط به، وكنبقى كنحرك مزيان باش جميع هاد الزيت تدخل في جميع المكونات ديال الطحين. كنبقى كنحرك هاد النواشف وهاديك الزيت، وفي نفس الوقت كنبقى كنمعس هذيك الكتله اللي كتجمع لي نتاع الزيت والطحين، كنبقى كنمعس مزيان، وكنضيف الزيت والزبده اللي خلطت كل مره في البلاصه اللي كنشوفها ناشفه مع التحريك المستمر. من كيتخلط الكل كنضيف لهم اللوز المهرمش، وكنكمل التخلاط ديالي مزيان باش نمروا للمرحله الاخيره. من كنسالي الخليط كنشد العجانه الكهربائيه، كنحط فيها هذاك الخليط، وكندير فيه واحد القليل من الزيت اللي تقلى فيها اللوز، وكنخليه كيعجن. كدور واحد شويه باش تعلك هذيك العجينه وتطلق هذيك الزيوت كامله تطلق فيما بعضها البعض. كنبقى هكا حتى تنسالي الطحين كامل اللي عندي. في الحقيقه انا العجانه الكهربائيه هناتني من هذاك الدليك، فهي اللي وليت كنستعمل في الدليك ديال الزميطه، فكنتهنى من هذاك العذاب ديال الدليك اللي كنا كندلكوهم شحال هادي. واللي ما كيتوفرش عليها وباغي الدليك يدلك، واللي ما باغيش ممكن ما يستعملش كاع الزيوت، ويهز هاد الخليط النواشف كما هو ويديه عند الناس اللي كيطحنوا الزميطه او سلو، راهما معروفين. كيف ما كتشوفوا هذه هي الزميطه ديالي. من بعد ما خرجتها من العجانه كنضيف لها اللوز المهرمش، وهو اخر مرحله في الزميطه، وكنبقى نخلط مزيان باش يدخل هذاك اللوز مع جميع الخليط ويجي باين. يعني هذا اللوز الاخر كنخليه شويه مهرمس، ما كنطحنوش بزاف، وكنخليه باش يجي باين في الزميطه. كنبقى نخلط مزيان حتى كيتخلط كل شيء. ها هي زميتي وجدات معلكه كيف ما كتشوفوها ومقومه. انا استعملت هذا الشكل في طريقه تزيين، خديت المول ماجيك
او المول اللي فيه الحفره في الوسط نتاع الكيك، وهو اللي خديت عليه الديكور وعمرته باللوز مهرمش في الوسط وزينته بالبيزات. وهذه هي طريقتي في توجد الزميطه او سلو. كنتمنى تنال اعجابكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.